فيديوهات كتير انتشرت الفترة الأخيرة بتتكلم عن أماكن أثرية كتيرة موجودة في مصر الجميلة، وإحنا في اسكندرية. تعالوا نشوف مكان من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها في اسكندرية، مكان سياحي وأثري وديني، مسجد سيدي الموسى أبو العباس. الله نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله صاحب الرسالة. يعني الانسان مفيش حاجه تمنعه، طالما بيعمل خير، طالما الانسان بيعمل خير مفيش حاجه تمنعه. عرفت ازاي؟ ليه؟ لان هو اللي مشغلك، مستخدمك، هو اللي مستخدمك. هيوقفك ليه بقى؟ فده المكان ده هو نفس المكان ده، يعني المكان ده هو نفس المكان ده، ما نقوله نفس المكان ده يعني نفس المكان ده اللي مفروش ده هو اللي فيه الخدمه، هو اللي كان فيه الخدمه. وتحت هنا هي دي الخدمه السابقه عند سيدي المرسي، تحت عند سيدي ابو العباس اهو هنا تحت عند القبه. القبه سيدنا مرجع وسيدي شمس الدين اللبان، وما تحت المسجد من اولياء اكثر من 21 ولي من آل البيت كلهم. فكان انا الفقيره كنت زارعه عنبه تحت كده، فهم لما جم بحجه التوضيب شالوا العنبه، فانا نزلت لقيت العنبه اتخلعت من مكانها، فانا بكيت. فلما بكيت الحقيقه يعني ربنا عوضني عوض، انا لقيت هذه الشجره طالعه، ما اعرفش طالعه ازاي، يعني امتى وبالسرعه دي، يعني ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس هي دي طبطبه، يعني انا كانت العنبه تحت بتضلل عليا في الخدمه، يعني كنت افرش للاكل واقف اطبخ، فكانت العنبه دي بتضلل عليا.
فربنا سبحانه وتعالى عشان ما يزعلنيش بقى عمل لي ايه؟ راح عمل لي هنا ضليله ثانيه، وبرده بقيت اعمل الاكل اللي انا بعمله داخل الشقه مش مشكله، ولكن بيبقى فيها شويه من العبء في المكان ضيق وكذا، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا ما بيمنعكش طالما مستخدمك. انت عارف انه مستخدمك، يبقى انت هتفعل هذا الفعل وهذا العمل ابتغاء مرضات الله في اي مكان. صلى على سيدنا محمد. الانسان لما طالما الانسان بيعمل عمل هو مستخدم فيه وبينفذ آية من آيات الله، وهي تبقى طالما آية في الكتاب يبقى فرض علينا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوثا قمطريرا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بهذا العمل اللي هو مستخدمنا فيه، واي مكان ربنا هيحطنا فيه احنا ان شاء الله هنكونوا فيه، ربنا يثبتنا فيه، وربنا ما يحرمناش من اطعام الطعام ابدا. يعني اقول لك حاجه، انا كانوا زمان بيجوا لي الناس الطيبين الدراويش كبار السن، فكانوا لما بيخشوا عندي تحت في المائده عند سيدي المرسي تحت العنبه، كانوا يقعدوا يغنوا بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا. فكانوا يقولوا على بابك عنبتنا بيت العز، وفعلا كان المكان تحت. انا بعتبره ان ده بيتنا جميعا مسجد سيدي ابو العباس المرسي، وبيت كل من هو محب، وبيت حتى اللي ما بيحبش ولا ما يعرفش مين يعني ايه سيدي المرسي ابو العباس، ولا يعني ايه اطعام، ولا يعني ايه موائد طعام، ولا الكلام ده كله، حتى اللي ما يعرفش كان بيكرم. فربنا لما بيكرم حد ما بيختارش، ما بينقيش. ربنا اسمه الكريم، ما بيختارش تاكل مين، تدي لمين، تعمل لمين. هو ربنا اللي سبحانه وتعالى بيسوقك لهذا العمل. فهم خلعوا العنبه اللي كانت مضلله عليا تحت، فمهما خلعوا العنبه العمل شغال. هم خلعوا العنبه وشالوا البصمه الجميله، بس البصمه الجميله موجوده اينما كنا. ليه؟ لان احنا مكلفين. فاللي مكلف ده الانسان اللي مكلف يا حبيبي ما بيسالش ولا بيقعد يتفكر في التكليف. هو حد متروك لله سبحانه وتعالى. فاذا انت كنت متروك ومسلم لله كده تسليم مش كلام، مطرح ما يوديك هتروح. لو انت فكرت ذره من التفكير مش هتعرف تعمل حاجه، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى مختارك، بيدبر لك، بيمشيك، بيسوقك، بيسوق اليك. فمهما شالوا العنبه من مكان هتطلع في مكان. العنبه لما كانت تحت بتضلل على مين؟ كانت بتضلل على المائده، بتضلل على المساكين، بتضلل على كل من دخل عندك عشان يلاقي لقمه سخنه طيبه فيها بركه. لان احنا اللي ويطعمون الطعام على حبه دي على حبه مش على اي شيء تاني، مفيش اي غرض اخر غير على حبه بس. فكانت بتضلل على المساكين. فكون ان هم شالوا العنبه اللي كانت بتضلل على المساكين، ربنا يطلعها في اي حته تانية، وهتاكل برضو المساكين. مش هتبطل تاكل المساكين، ولا هنبطل احنا نستوقف هذا العمل طول ما ربنا مدينا نفس. ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا يا ابني، ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، ونفضل دائما ابدا كده تحت طاعته وفي كرمه وفي رضاه، ولا يحرمنا ابدا من هذا العمل الجميل. احنا ربنا ما حرمناش منه، ادينا في نفس المكان جعل لنا عنبه وضله تانيه في مكان تاني برضو بيدخل فيه الناس يلاقوا حاجتهم. فالحمد لله رب العالمين ما حصلش حاجه. عنبه اتشالت، ربنا عمل لنا عنبه. خدمه اتمنعت، نشتغل في البيت عادي جدا. وهو ربنا قبل ما بيبتلي بيدبر، هو ربنا دبر لي السكنه دي عشان اليوم ده. يعني انا بحمد ربنا كتير جدا على تدبير السكنه نفسها دي، ان قبل ما يبتلي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء، لان ده ابتلاء شديد. كون انت تمنع خير ده او تمنع اطعام تحت في المكان ده للزوار او لاي عابر سبيل، ده ابتلاء شديد، والله ابتلاء شديد. هم لو يعرفوا يعني ايه يمنعون المعون مش هيعملوا كده. لكن هو ربنا ما منعناش، الحمد لله رب العالمين. هو السكنه دي ربنا لما جابني فيها كان عشان خاطر اليوم ده، وحط لي الزرعه دي الجميله دي. والله ما زرعتها، والله ما زرعتها. دي ما كملتش شهر كانت معموله، كانت طالعه.
هذا فضل من الله علينا. وبعدين ادينا برضو عندنا الحمد لله في الايام اللي انا بشيل فيها العده تبقى عشان خاطر شهر رمضان بتصرف برضو، يعني برضو مش هنقف، يعني برضو بيبقى فيه تصريفه وفي اكل وفي كل حاجه، مش هنتمنى ابدا. يعني ان شاء الله طول ما انا فيا نفس اسال الله ما يحرمني من اللقمه ولا الاطعام، لان هو الاطعام ده هو بالنسبه لي اكسجين الحياه، هو اكسجين الحياه. لان انا ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا طلب مننا ان احنا فذكر بالقران من يخاف وعيد، فكل ذكر بالقران. انا اخترت بايه واحده، سيدنا النبي قال ايه؟ بلغوا عني ولو ايه، ولو ايه. فانا الايه اللي انا ماسكه فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم دم علينا نعمه يا رب، اللهم دم علينا نعمه اطعام الطعام يا رب، واجعلها خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعل هذا المكان عامر بهذا العمل يا رب اللي اقمتنا فيه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لكل امه محمد اجمعين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم.